الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الصائمون، أيتها الصائمات، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلني وإياكم من عباده الصائمين القائمين المخلصين لله رب العالمين. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ظاهرة ظهرت خصوصا في شهر رمضان، وتحديدا في أوساط الشباب المسلم والمتدين، ألا وهي ظاهرة السهر في الليل بشتى وسائل اللهو، كوسائل التواصل الاجتماعي وكالاجتماع في المقاهي وفي الساحات العمومية. فعند ذلك الإنسان يفوته خير كثير، وأكبر شيء يفوت الإنسان في ذلك هي صلاة الفجر، التي هي خير من الدنيا وما فيها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فهذه الظاهرة أيها الإخوة ينبغي على الشاب المؤمن المتدين أن يحارب هذه الظاهرة، وأن يقلل منها، وأن يأخذ الأسباب في ذلك لكي ينام النوم المطلوب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال، والحديث في البخاري: لا نوم قبل العشاء ولا كلام بعد العشاء. فمتى انتهى الإنسان من صلاة العشاء أو من صلاة التراويح ومن صلاة التهجد أو القيام، فعليه أن ينصرف مباشرة إلى النوم. فإذا نام الساعات المطلوبة لجسمه فإنه يستيقظ في الصباح نشيطا، ويكون من الذين سجلتهم الملائكة في صلاة الصبح، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإذا أسهر الشاب المؤمن ليله في المقاهي ومع الهاتف ومع المواقع الاجتماعية، عند ذلك يفوته خير كثير، ويفوته عند ذلك القيام، ويفوته القيام أيضا لصلاة الفجر، التي هي أثقل صلاة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي أثقل صلاة على المنافقين، هي وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيها لأتوها ولو حبوا. هذا الذي أردنا قوله، والله الموفق وهو يهدي السبيل. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، هدى الله شبابنا إلى الصراط السوي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.